حابة تعملي لأطفالك ميني بيتزا وعندك حفلة عيد ميلاد وحابة تبهري ضيوفك فيها؟ عم تدوري على عجينة سحرية وكتير خفيفة وهشة؟ أقوى وصفة رح تاخديها من عندي من مطبخ منال كيتشن، طريقة بتنافس الجاهز وأطيب بكتير. اضغطي على زر الاشتراك وفعل الجرس ويلا نبلش. بالبداية لازم نتأكد من مفعول الخميرة. حطيت كوب حليب دافئ وحطيت عليهم السكر والخميرة ورح أخلطهم كلهم مع بعض. هالخطوة كتير ضروري ولازم نتأكد من مفعول الخميرة. رح أغطيهم ورح أتركهم 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. هون الخميرة تفاعلت، حطيت كمان نص كوب من الحليب الدافئ وبضيف كمان عليهم حبتين بيض، وبضيف كمان 50 ملي من الزيت الأبيض النباتي، ممكن تستبدلوه بزيت زيتون. ممكن تحطوا البيض بمي دافية حتى يصير بدرجة حرارة الغرفة إذا كنتم مستعجلين مشان ما تحطوهم باردين. وبعدها بنخفق كل المواد السائلة. رح نزل عليهم كمان 700 غرام من الطحين ورشة خفيفة من الملح، تقريبا ربع معلقة صغيرة. رح أخلطن شوي بالمعلقة وأعجنن كتير منيح. ممكن تحتاج تضيفوا شوية طحين، لا تكتروا، معلقة واحدة بس حسب نوعية الطحين اللي عندكن. ممكن تحتاجوا من معلقة لمعلقتين بس زيادة. طبعا العجينة بس تنعجن لازم تضل بمكان دافئ على الأقل ساعة ليتضاعف حجمها. بعد هيك منقطع العجين لكور صغيرة وحجم كل كرة عملتها 65. العجينة رح كورها بهي الطريقة، كتير سهلة وخصوصا للمبتدئين كتير رح تساعدكم. هلأ رح اترك العجين مغطى حتى ما ينشف ورح ريحه 10 دقايق. بهالوقت حضرت السمسم وشوية حليب. حطيت قطعة العجين شوي بالحليب وبعدها على السمسم. ما بدي خليها ترق كتير، رح تكون هيك بهي السماكة. جمعت كل القطع وهلأ بتركهم كمان يرتاحوا على الأقل ربع ساعة. وبهالوقت رح أحضر صلصة البيتزا. بنحط شوي من زيت الزيتون. بدي اقلي حبتين بصل صغار مفرومين ناعم. فرمت كمان مقدار معلقة كبيرة من الثوم وقليتها معهم. بننتبه عليهم ما ياخدوا لون ويحترقوا حتى ما يتغير طعمهم. بنضيف معلقة كبيرة من دبس البندورة ومعلقة كبيرة من الكاتشب ومنقليهم. بعدها ضفت البندورة المفرومة، فرمتها بمحضرة الطعام مقدار 5 حبات مقشرين ومفرومين. ضفت كمان الملح حسب الرغبة. رح حركن شوي وضيف التوابل. رح ضيف الزنجبيل البودرة، بصل بودرة وثوم بودرة وكمان أوريجانو أو الأعشاب الإيطالية. ممكن كمان تضيفوا الروزماري المطحون. رح ضيف كمان عرق صغير من الريحان واتركهم يتسبكوا 10 دقايق. رح بلش تشكيل الفطاير. رح اخد هي الكاسة مسحت سفلة بالزيت وبدي اضغط على العجينة بهي الطريقة. اذا حابين العجين تكون معكن رقيقة اكتر والقطع اكبر فيكن ترقوها بشكل اكبر من هيك لتكبر الدائرة اللي عم تشكلوها بالوسط. او اذا حابين كمان تكون رقيقة وما فيها سماكة فيكن تكملوا رق بالايد. تضغطوا كمان بايدكن من الوسط حتى تخف الاطراف شوي وما يكون فيها كتير سماكة. انا عملتها بهذا الشكل. بهالوقت الصلصة صارت جاهزة. هلأ بدي اوزعها على العجين. حاولوا ما تكتروا كتير بالصينية وتبعدوا شوي العجين عن بعض حتى ما يلزقوا ببعض وقت الخبز. وراح احط مقدار نص معلقة كبيرة لكل وحدة.
ونحاول نوزع الصلصة بشكل حلو وما نوصل أبدا لطرف العجين. لازم نكون مجهزين الحشوة اللي بدنا نحشي فيها البيتزا. برشت الجبنة وهلأ بدي أحط شوي على كل وحدة. استخدمت الجبنة القشقوان، كمان فيكن تستخدموا الموزاريلا. قطعت كمان فليفلة ملونة. كمان بوزع الألوان على كل قطع العجين. خلينا نشكل بالألوان لأن العين بتاكل قبل التوم. فيكن تضيفوا قطع الفليفلة هيك أو بتعملوا تشويحة خفيفة بالزيت. الخيارات متعددة وكتير متاحة للحشوات. بتقدروا تحشوا بالبسطرمة، كمان بتقدروا تقلوا فيليه دجاج لتضيفوه على الحشوة. كمان بعد ما وزعت الفلفلة الملونة حطيت الفطر ما بنغسله، بنمسحه بمحالم مخصصة للمطبخ وبنقطعه لشرائح. بعد ما حطه على الفلفلة بوزع الزيتون. كمان كان متوفر عندي شرائح الزيتون الأسود والأخضر. بالنهاية بوزع الجبنة. تقدروا كمان تحطوا الزيتون بعد ما نحط الجبنة. وإذا حابين تعطوا لمعة للقراص وحابين كمان الجبنة تشط أكتر، فيكن تعملوا بخة خفيفة أو مسحة خفيفة من الزيت. رح دخلها على فرن حامي، رح أحطها على أرضية الفرن مضبوط على 275 درجة مئوية. لا تنسوا إنه التسوية هو الأساس ولازم تنخبز صح. شغل عليها من فوق ومن تحت، بتركها على أرضية الفرن. بس أخدت لون من تحت بشيلها وبحمرها شوي من فوق. 10 دقايق وبتكون جهزت. ما شاء الله الألوان بهي الوصفة كانت بتجنن. الشكل والأروع، وعن جد طعمها غرام. وأكيد رح تدعوله ومتأكدة كتير إنكن رح تجربوها. هالعجينة بجد سحري ورح تبهركن كتير. العجينة كتير بسيطة ولازم تجربوها بنفس الطريقة وبنفس المكونات ورح تدعولي كتير عليها. بتمنى منكم تدعموني بلايك وتشاركوا الفيديو مع أهلكم وأصدقائكم.